الإخوة والأصدقاء والأصحاب أقرب كذلك عن هذه العلاقة وهذه السنة. نحن الآن نبدأ في كل هذه العلاقات التي لنا مع القرآن، مع الخطباء، مع الوعاظ، مع كل الذين يعتقدون أننا نشترك في وجه واحد وفي مشروع واحد نخدمه كل واحد من جانبه وكل واحد من جهته. فجزا الله هؤلاء جميعا. ولا بد كذلك من ذكر كلمة هؤلاء الإخوة الذين لقيتهم بالله المجدى الرباط للأطباء الشباب، أطباء الأطفال الأوائل، والذين يحملون روح الدين العالم، والذين اهتموا بهذا سواء في الاستشفاء العسكري أو في بعض العيادات في المغرب. فجزاهم الله خيرا، وهم الذين كانوا يحرصون على أن تكون العملية أن تجرى بشروط مناسبة. فجزاهم الله خيرا. ويبقى أن أذكر مع هذا وذاك أن الفضل من الله تعالى يرجع إلى أمير المؤمنين الذي أعلمه الوالي الجبل الشرقي حينما زارني. أنا كنت قد قررت أن يكون العلاج عاديا في الرباط، لكنه هو أعلم جلالة الملك فأصر على أن يكون الذهاب فوريا، وأصر على أن يكون العلاج في هذا المستوى في فرنسا. كان جزاه الله خيرا يتابع ويسأل عن هذه الأموال حتى يسر الله سبحانه وتعالى. هذه كذلك لابد أن نشكره ونسأل الله له أيضا العافية والسلامة وأن يثيبه خيرا عما فعل. وهذه الكلمات المستوجبة تجد بهذه المناسبة كلمات شكر لابد منها تعود الجميع. ومن قبل ذلك أنتم بعض المواطنين وبعض هذا الشيء استفادة منه. وكل دائما في هذا البلاد يفكر في المرأة، هذا الحق، هذا الاهتمام. لذلك هذا اليوم مشينا في المركز ديال لدينا واحد المؤسسة ديال الرياضة ديال النساء، وخصوصا نساء المنتجين أي المؤذنين يخصهم يمشيوا مسافر يمشيوا، يكون عندهم واحد الحركات 3 مرات في الأسبوع. المكان هو هذا اللي كاين تحت تسجيل التسجيل كيبقى درناها في شحال كيف الناس كنت نمشي لهذا مع الوالي وكنت نبدا خصوصا النساء ان النساء طبعا عندهم كاينش، ولكن النساء المقدمين وكذا يكون عندهم تدريب ولا يحتاج شي حق شويه الجسد ما يكونش مثل هذا الامور يسجل العرض. فان شاء الله تدخل على الأموال توجه استقاع حوالي تكلفة حوالي 100 مليون تقريبا، ولكن تمسك هذا جيد مش أنا لأن الصحة استغفر الله سألوا والعافية بلد المحروم الناس ما شاء الله. وكنا اليوم أيضا إن شاء الله مشينا لمكان آخر باش نديروا الكبريات. هذه الفن والكبريات بالنساء في الجامعة والنساء يمكنهن أن يكون مستفيدات كالرجال، والمحافظة على البيت والمحافظة على الأسرة. فنسأل الله سبحانه أن يتيسر هذا وأن يمكن كل واحد من الاهتمام بهذا الجانب الصحي. ونسأل الله سبحانه وتعالى الجميع السلامة والعافية. وننبه دائما إلى هذه
مراجعة أطباء عندنا مجموعة كبيرة من الأطباء، مجموعة كبيرة من الأطباء المحسنين، فلا يتردد أحد حينما يحس بشيء في جسده أن يعرف سبع الطبيب وأن لا يترك الفكرة الإنسان يعيش في الحياة التي